النهارده بقى هاعمل لكم عصير بجد حكاية، خطير، حاجة كده تحفة، واللي ما بيحبوهوش من بعد النهارده بجد هيشربوا وهيحبوا جدًا. عجبِك الفيديو النهارده لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. يالّا بقى نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. أول حاجة عندي كده 4 وحدات من صوابع الموز كانوا خلاص بدأوا يطروا، ورُحت قُلت تعالَ ألحق أعمل لكم عصير، ورُحت نازلة عليهم بحوالي نُص لتر من اللبن ومكعبات تلج بقى على قد ما تحبي، تمام، ورُحت نازلة بحوالي 5 معالق كبار من السكر، زي ما أنتِ شايفة كده، والسكر حسب ذوقِك ورغبتِك، تمام، وتعالي بقى المكون الخطير اللي هيخلّي العصير الموز بلبن ده في حتة تانية، حاجة كده وهمية وأنتِ بتشربيها زي ما عملت لكم المانجا قبل كده، بجد ده برضه حاجة وهمية ومن الحاجات المشرفة جدًا، جدًا، جدًا. حطي بقى 4 بولات من آيس كريم الفانيليا وهاتي كل الكلام ده وابدئي اخفقي فيه كويس جدًا في الخلاط. بعد ما خفقته كده تعالي بقى نشوف الجمال والحلاوة، بجد حاجة كده مشرفة. شايفة القوام بتاع العصير تحفة، تحفة بجد. حلو كده، هاتي بقى الكاسات بتاعتِك اللي هتقدّمي فيها وابدئي صُبّي العصير. شايفة قوامه وهو نازل اللي هو تقيل شوية ومش خفيف خالص. حلو جدًا، بجد طعمه حلو، أتمنى إن أنتم تجربوا الفيديو. هاتي بقى كده شرايح من الموز للتزيين مع الشاليمو بتاعتنا، وابدئي بقى زيّني وحطي من العصاير المشرفة جدًا لو جاي لِك ضيوف، وسهل وسريع جدًا، في ثواني هتكوني عملتيه. دوقي بقى ألف هنا وشفا مقدمًا. أتمنى الفيديو عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم بقى في رعاية الله وأقول لكم سلام.